بص يا صاحبي، في ناس بتلتزم في الدين، بتصلي بتصوم وبتلبس شرعي، لكن مش بتحافظ على حسناتها. مثال: واحد بيصلي الفجر في المسجد، وبعدين وهو راجع يغير كلامه أو يغتاب أو يتريق على حد، كأنه بيجمع حسنات في الجامع وبيوزعها ببلاش بعد الصلاة. وفي ناس تلتزم شكلا، لكن سلوكها يسيء لصورة الدين. مثال: واحد مظهره ملتزم، لكن أسلوبه مع أهله أو صحابه قاسي، كلامه جارح، فالناس مش هتشوفه هو، هتشوف الدين اللي بيمثله بالشكل ده. انت لما بتلتزم بتكون واجهة للدين، يعني كل تصرف منك الناس بتحسبه على الدين كله. مثال: زي لاعب بيلبس تيشيرت الفريق، اي غلطة منه بتتحسب على الفريق كله. لكن التزامك لو فيه رفق ورحمة واخلاق، الناس هتحب الدين. مثال: واحد ملتزم بيساعد جار كبير في السن، او بيبتسم في وش اي حد يقابله، ده بيخلي الناس تقول هو ده الدين اللي انا عايز اتعلمه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فخلي التزامك رسالة مش بس مظهر. الدين مش لبس، الدين قلب ولسان وخلق. سلام.